صباح الخير على احلى متابعين. كل سنه وانتم طيبين. انتوا زي ما انتم سامعين كده في تكبيرات العيد. الساعه كده يعني داخله على 6 خلاص. فانا هاخدكم كده جوله علشان نعيش جو العيد في الشوارع ونشوف الناس في الشارع. ويلا بينا عشان نبدا على بركه الله. خرج اهو. سبحان الله. رايحين نصلي العيد اهو. ان شاء الله الشوارع مليانه بالناس والفرحه. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اجيب المصليه معايا. عندنا هنا في المعادي جامع مشهور اسمه جامع المغفرة. والجوامع الكبيرة هي اللي بنروح نصلي فيه صلاة العيد. وانا ماشية كده ما شاء الله، الشوارع متفرعة من الجامع. الناس فرشين في الشوارع زي ما انتم شايفين كده. ناس زحمة وفرحة العيد بجد تحس بفرحة. الصلاة كانت بدأت خلاص وانا كنت بجري. جامع جاي لحد الشارع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما شاء الله العدد كان في الزيادة ولدرجة الناس فرشوا في الشوارع متفرعة من الجامع. ولقيت لي مكان الحمد لله انا اصلي فيه، وكان في واحدة معاها مصلية استأذنت ان انا اصلي جنبيها. الحمد لله خلصنا صلاة، وحبيت ان انا اروح لكم بقى. يعني عندي ناحية الجامع المغفرة. المكان واسع وقدامه مراجيح زي ما انتم شايفين. وكانوا عايزه اقول لكم العماير اللي انتم شايفينها دي كانوا بيرموا بلالين. بس طبعا من الزحمه ما عرفتش اصور لكم البلالين وهي بتتحدف بشكل جميل. وقد ايه الناس فرحانه. وعايزه اقول لكم الناس شكلها ما نامتش من امبارح اصلا من الفرحه. حبيت اصور لكم هنا المفرقعات بيفرقعوا برضو. الفرقعات دي اللي بتتعمل اللي هي ملونه، بس هي طبعا مش باينه. عشان خاطر النور. يعني هي طبعا الحاجات دي بتبقى الصبح، بتبقى بالليل اصلا. بس ده بيدل على فرحة العيد. وعيد مبارك علينا يا رب دايما وفي الخير، ودايما في عددنا في الزيادة. فانا حبيت ان انا اقف في حتة كده عالية عشان اوريكم الناس وفرحتهم. وتحسهم ان هم كده مصهلين شكلهم كده زي ما انا قلت لكم. شكلهم ما كانش كلنا ما نمناش اصلا. بصوا العدد ما شاء الله، اللهم بارك على الفرحة وجمال دايما يا ربي في الزيادة. يا مسلمين ومجمعين في الفرح ودايما في عيد دايما. وانا ماشية كده بقى حبيت ان انا عايزة امشي بقى كده وانا في طريقي بعد ما مشيت وخرجت من قوة الدفع. الناس معاها بلالين. بصوا الجلاليب دي من عواد وتقاليد عندنا في مصر ان احنا بنلبس الجلاليب دي في العيد والجمعة يعني. بس الموضوع ده بقى اقل بصراحة. لله رجعنا بالسلامة. الشوارع كانت زحمة جدا مكناش عارفين نمشي. ودلوقتي كده معايا علي صلى معانا صلاة العيد. صح يا علي؟ بس انت كنت في جامع، ما جيتش معانا في الجامع الكبير ده، كان مليان ناس. عايزة اقولك احنا مكناش عارفين نمشي. بس بصراحة العيد يعني الجنة من غير ناس ما تنداس. فتعالى بقى عشان انا عايزة اعيد عليك. انت مستني مني العيدية حضرتك صح؟ طبعا اشهدوا بقى عشان هديله عيدية. هديلك. المفروض تديني هدية يا علي. انت كبرت خلاص بقيت راجل. عايز مني هدية يا علي؟ طب ماشي. علي مش حرمك من اي حاجة جديدة. والجديدة كمان اهو. يلا. عايز تاني؟ عايز تاني؟ عايز تاني؟ يا ابني احنا لسه ده احنا العيد جاي مش في يعني جاي في اخر الشهر. يعني ومش عاجبه يعني. بص بقى يعني كل سنة وانت طيب. يعني المفروض تديني هدية. ها انت بقيت راجل. هاتهم بقى عشان ناخد الهدية. ايوه طبعا راجل. المفروض هات الهدية. هات. هات. شكرا شكرا شكرا. خدي يا علي، خدي يا علي عشان ما تقولش ما اديتنيش عيدية. وطبعا بابا اداك عيدية، فانا يعني انت تحمد ربنا ان انا اديت لك اصلا. هتطلع عندي يلا نطلع عند تيتا. يلا. يا عيني يا عيني على ست الكل والحلويات والجمال. الترمس والبسكوت والغريبة. وده البتيفور. وهي طبعا ده جاي من بره طبعا. نادر اخويا ربنا يخليه لنا طبعا هو اللي جايب الحاجة دي. كحك بقى ماما ربنا يخليه لنا، هي اللي عامله لنا الكحك. هنشوف لسه هدوق واشوفه حلو ولا بتاعي احلى. والبونبوني بقى
وعامله لنا برضه، هوريكم هي عامله ايه تاني. يعني ما شاء الله الخير كله عندك يا امي، ربنا اللهم بارك. طبعا يعني دي حاجه، بصوا الترابيزه صغيره، ففي حاجات تانية يعني جايباها. هنا بقى كان الساعة 2:30، يعني كان داخل العصر. كان احنا طبعا نزلنا ننام بعد ما عيدنا عن اهالينا. وماما ربنا يخليها لي كانت عزماني على رنجة. ف... فقلت بقى ايه اصور لكم. طبعا دي من العوائد والتقاليد عندنا في مصر، مش عارفة البلاد التانية بياكلوا ايه، بس عموما في مصر ايه، ان احنا مشهورين ان احنا ناكل رنجة علشان خاطر البطن ترتاح، لان طول رمضان على طول طبعا عمالين ناكل في خضار ولحوم وكده، لما بطننا خلاص زهقت فمحتاجين بقى ايه ناكل رنجة. بقى الرنجة بقى اللي هي إيه، في ناس بتاكل فسيخ وسردين، لا احنا بنحب الرنجة بصراحة، بس الرنجة دي الاساسي. وهنا طبعا كانوا اخواتي وولاد اخواتي كلنا كنا متجمعين، اللهم بارك، ربنا دايما متجمعين في الخير. ورنجة يعني شاي بقى بالبسكوت بقى نغمسه كده، طبعا تحفة. في ناس بتشرب شاي بلبن، بس أنا بحب الشاي بصراحة. بعد بقى ما قضيت بقى زيارتي لماما وشربنا الشاي والبسكويت، فعلي كان لسه صاحي من النوم. قلت له علي انا عايزه اخرج، فقال لي يا ماما مش قادر. قلت له لا، كان بابا وكارما مش موجودين، فقلت له لا انا لازم نخرج، ده اول يوم العيد ونتمشى. ركبنا المترو ورحنا ناحيه محطه سكنات المعادي، من المناطق اللي بحبها جدا. ورحت هنا بني الغرباوي، هو مكان بصراحه يعني صغير بس الناس بتروح هناك، والناس هنا صورت لكم هنا علي بيختار الحاجه. وكنت بصور هنا مسلسل جعفر العمدة، كان اخر حلقه تقريبا، وكنت بصور الناس وهي متفاعله على المسلسل. انا بصراحه انا من الناس اللي ما بتفرجش على التلفزيون، بس قلت لا انا بقيت اتفرج كده على اللقطات عشان عايز اعرف ايه سر نجاح المسلسل. بصوا الناس متفاعله ازاي مع انهم خارجين، هم المفروض ان هم يتمتعوا بخروجهم، بس قدر اللي هو مخرج محمد سامي ده ان هو يشد الناس ويعمل اثاره للناس. بجد بجد شابولك يا محمد يا سامي، بجد برافو عليك، من ان المسلسل بسيط جدا وفي مسلسلات احلى، بس قدر ان هو يشد الجمهور يعمل اثاره. هنا بقى كنت قلت ان انا اختار، فعلي قال لي انا عايزه اشرب كابتشينو. فقلت له يعني كنت فاكره بقى ان الكوبايه تبقى صغيره، بس هو يعني هتشوفوا شكل المج بتاعه. وندمت ان انا جبت له وسمعت كلامه، فقلت لا انا اجيب ميلك تشيك. ولقيت ان هو الملك بتاعي كان مسلك جدا، وهو طبعا سخن، فما عرفناش نبدل مع بعض. وندمت جبت له برميل. قلت له انت شكلك مش هتنام يا علي. والبتاع كان ساقع والجو كان جميل جدا. وصلت لاخر حلقتي، ورب يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون اللي انا طبعا انا حاولت ان انا اصور لكم العيد من اول طلوع الفجر لحد دلوقتي لحد الساعه 9. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.